هلو يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. لو ما عندكيش القلم الغذائي اللي بيكتب على عجينة السكر، تعالوا النهاردة نتعلم فكرة بسيطة خالص ازاي نكتب على عجينة السكر بأسهل خامات او بأقل تكلفة. لو مش متاح عندنا القلم الغذائي، اي سن مدبب، اي حاجة عندكم ليها سن صغير، خلة تمشي، الحاجات البلاستيك دي اللي هي بتاعت نحت عجينة السكر تمشي، اي حاجة تمشي ليها سن. هنحط نقطة من اللون اللي احنا عايزينه، هنفرد العجينة زي بالشكل اللي احنا عايزينها، عايزين مدور، عايزين مربع، عايزين زي كده، وهنبدأ نكتب بكل بساطة. كأننا عارفين الشغل بتاع زمان اللي هو بتاع الريش ده، الريش والحبر، نفس النظام. هنكتب عايزين نكتب مثلا كل سنة وانتي طيبة يا ماما. حسينا ان مثلا البتاعة كبيرة شوية، هنروح نحوش منها الزيادة، تمام، ونعمل زي ما كانت معمولة بطريقة سهلة جدا، بس نسيبها تنشف على اساس الالوان اللي حطيناها ما تسحش على بعضيها، نسيبها تنشف بس كده ونحطها على التورته. دي اسهل طريقة للكتابة لو ما عندناش القلم الغذائي. لو استفدتوا من الفيديو عايزين فيديوهات تعليمية تاني اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايكات على كل الفيديوهات وتفعلوا لي القناة بقى. شكرا، باي باي.